وصفتنا النهارده هي وصفة الكيك العادي خالص بتاعة الفطار اللي أجدادنا ربونا عليها. أمي ربنا يحفظها يا رب كانت بتعملها لنا كده وإحنا صغيرين نفطر بيها الصبح مشبعة بدون يعني ايه اي افتكاسات. هنوريكم النهارده ازاي تعملي كيكه ناجحه، كيكه عاديه خالص للفطار تحطيها في اللانش بوكس، حاجه يعني ممتازه جدا. الكيكه بتاعه الشاي شايفينها عامله ازاي؟ ممتازه. واحده واحده كده معايا عشان تطلع معاكم ناجحه، والتريكات اللي بتقع منكم ومشاكلها هنقولها كلها في الفيديو. في البدايه اهم شيء 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، على طول كيسين فانيليا ومعلقه الخل عشان الزفاره هي والفانيليا، ونرجع نضرب الخليط ده مع بعضه، وهننزل بكوب من السكر حبه حبه كده ونضربهم بالايه؟ بمضرب البيض. طب انا يا شيف ما عنديش مضرب بيض، بالخلاط يا جماعه. والله امي ربنا يبارك في عمرها كانت بتعملها لنا بايديها قبل الكلام ده كله. يبقى انت هتتنزلي السكر حبه حبه عشان نضمن ان السكر داب معاكي. ده كان شكله النهائي. وبعدين هنعملها بقى ايه؟ بالسمنه زي ما امي كانت بتعملها، يعني مش بالزيت. الزيت دلوقتي بقى غالي جدا جدا. دي سمنه يا جماعه، طعمها بيبقى جميل برضو بالسمنه وبتبقى حلوه. ننزل بكوب من السمنه ونضرب برضو لمده 5 دقائق لما ده كده الشكل الليكويد بتاعنا اهو. وهنحط كوب من اللبن برضو شويه بشويه، بس بننزل على 3 مراحل، بلاش كل حاجه مره واحده. وكذلك برضو في شفشه الخلاط بتاعك هتمشي بنفس الطريقه. الموضوع سهل جدا. خلاص، هي كده استخدمنا كوبايه لبن. كده المواد السائله انتهت. المواد الجافه 3 كوبايات دي هننخلهم بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وعليهم رشه من الملح، وعليهم الكيس كيك شيف. مفيش كيك شيف يبقى بيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض ونبتدي نضيفهم برضو وننخلهم تاني. وهو ده السر يا جماعه اللي يخلي الكيكه عندك منفوشه، ويخليها كمان مش من مكتومه من الداخل. واحنا بنقلب شويه بشويه، بصوا بنقلب في اتجاه واحد. ركزوا معايا، بنقلب في اتجاه واحد ببراحه كده اهو بالمنظر ده. وفي حاجه هنا هتحصل عشان تعلمكم ازاي تعالجوها. احنا حطينا 3 كوبايات دي، شايفين الخليط تقيل من ام محمد. طب نعمل ايه؟ نعالجه ازاي؟ هنعالجه يا اما بنص كوبايه لبن او نص كوبايه ميه، وفي اتجاه واحد بنلف وبنضيف السائل اللي احنا هنستخدمه ميه او لبن حبه حبه لحد لما هنوصل للسائل يكون المرغوب فيه او المطلوب فيه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. كويس ان ده حصل عشان برضو ازاي تعالجه لما تبقى تقيله. طب ولما تبقى خفيفه هنزود دقيق وفي اتجاه واحد ونقلب. هنجيب بقى ايه؟ ده بص شكل السائل بتاعنا اهو. هنجيب الصينيه ايا كان مقاسها مدهونه سمنه. خلي بالكم احنا الكيكه عاملاها بسمنه زي ما امهاتنا كانوا بيعملوها. اللي عايز يعملها بزيت يعملها بزيت، هو حر. دهنا الصينيه سمنه ونزلنا بالخليط بتاعنا، وده كان الشكل النهائي بتاعه. اتحطت في الفرن. بصوا بقى يا جماعه عشان مده التسويه، انا الفرن عندي خد قد ايه؟ خد بالظبط ساعه الا ربع. في ناس تانية خدت نص ساعه حسب حراره الفرن. وده كان الشكل النهائي بتاعها. حاجه يعني كده جميله جدا ومنفوشه. هي لدرجه ان هي عليت وصدت عندي في الشوايه، لان انا كنت رافع الرف الوسطاني فوق شويه. وده كان الشكل النهائي بتاعها زي ما انتم شايفين، مستويه من الداخل. انا يا ريت تعملوا منشن للاخت اللي بتقول انا معمول لي عمل في كيكه عشان بتطلع دايما من جوه مكتومه. لا، قدامكم اهي زي الفل، بسيطه وسهله. ينفع تحطيها في اللانش بوكس لاولادكم وهم رايحين المدرسه. زوج حضرتك يفطر بيها الصبح مشبعه جدا، وكمان حاجه يعني مضمونه وحاجه نظيفه. دي الكيكه العاديه. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، واي حاجه انا هجاوب عليها.